ازيكم؟ شهر رمضان يستحق لما ينتهي نقول كل سنة وانتم طيبين. فعلا نقدر نهني بعض لأننا بنبقى مرينا فيه بمنظومة متكاملة من الإهدار. الحقيقة احنا مش قدام طقس ديني، ولكن استعمال للطقس في السيطرة على الحياة. إقحام لطقس ديني المفروض أنه طقس تعبدي وشخصي بيتحول إلى فعل جماعي، ومنظومة متكاملة من الإهدار بتشمل الأكل، الوقت، الطاقة، الصحة، الإنتاج، الإنسان والحياة بحالها. شهر كامل بيتحول بشكل شبه مؤسسي، لا ده هو بشكل رسمي إلى وضع استثنائي للحياة، كأن المجتمع كله بيضغط زر إيقاف مؤقت ويعيش بنمط مختلف، أقل كفاءة وأكثر استنزافا، وكله تحت غطاء ديني بيمنحه شرعية وحماية من النقد، تحصين من النقد. تيجي تتكلم هيقول لك ده طقس ديني، ده ربنا، في حين ان المفروض ان احنا في الطقس بنمارس فعل شخصي وخاص بالعلاقة مع المطلق. لكن من خلال الرجعية الدينية، الخطاب الديني المهيمن، بيتم إقحام هذا الطقس على الحياة واستعماله في التهام ما أمكن منها، وبيبقى الموضوع خلاص مسألة مجتمعية لها تاريخها وثقافة متكاملة. واللي احنا هنقوله النهاردة حوالين الإهدار اللي بيحصل في شهر رمضان، وهو كتير جدا يصعب إحصائه ومستمر 1400 سنة هنا في مصر. اللي هنقوله النهاردة متكامل مع اللي قلناها قبل كده في حلقة سابقة، ويمكن في حلقة قبل كده، حوالين أثر الصيام على صحة الإنسان والإهدار اللي بتعمله الرجعية الدينية بإقحامها على الحياة، الاستنزاف اللي بتعمله للحياة، التخريب اللي بتعمله. والحقيقة إنه ده شيء فعلا تقريبا يستحيل إحصائه. كيف تخرب الرجعية الدينية الحياة، أو الفاتورة اللي بندفعها علشان خاطر نرضي هذا العقل المهيمن علينا، واللي بيزعم انه هذا هو امر الله ان تسير الحياة كلها في خدمة ماضي شبه جزيرة العرب او عقل ماضي شبه جزيرة العرب، وتصورات الخرافة العربية القديمة. ضب الخرافة العربية القديمة طايح في مصر 1400 سنة متصلة بلا انقطاع، وبيجعل الفعل اللي المفروض انه هو ديني داخل اطار المعابد ومفروض انه شخصي، بيجعله فعل مجتمعي عام ومتصل وبيشمل كل شيء، بحيث يصبح هذا الالتهام الكامل الشامل للحياة هو فاتورة النجاة من النار وخششان الجنة، اللي غالبا ثمنها بيبقى الحياة كلها. يعني المفترض انه الامور الدينية اللي بيعملها كل شخص لوحده، ومفترض ان المحاسبة فردية، بتتحول الى فعل عام، والمجتمع كله بيتحول كله على بعضه الى شخص عليه ان يدفع من حياته كلها فقر وتخلف، بل والان فيما يبدو خراب وفوضى، مقابل انه هذا العقل اللي بيلتهم الحياة يرضى. يمكن يكون ده السبب في ان احنا ننجو من النار وندخل الجنة. هنا تناقض، المفروض انه النجاة من النار وخششان الجنة مسألة فردية، لكن هذا الفعل الفردي بالتوحد والتعميم بيصبح حاجة جماعية، كأن مصر كلها فرد، وهذا الفرد عليه أن يعيش في فقر وتخلف، بل ومهدد بالخراب والفوضى، لأجل أن يرضي عقل ماضي شبه جزيرة العرب اللي هيتقال إن هو الله. وده اللي هيضمن لهذا الفرد اللي هو أصبح بلد بحالها، ده اللي هيضمن له إنه يخش الجنة أو ينجو من النار. حاولنا نحدد إزاي الرجعية الدينية، إقحام الرجعية الدينية أو إقحام الدين على الحياة اللي هو بيتحول فعلا إلى احتلال، إزاي هذا الإقحام جلب علينا التخلف والفقر. حاولنا نحط إيدينا على نقط معينة لبيان أشكال جلب التخلف والفقر علينا، وقلنا نقط. يمكن مثلا لما نقول بند واحد زي إحباط السياحة،
هنحتاج بقى شرح طويل. قلنا بند واحد بس في كيفية جلب الرجعية الدينية للتخلف والفقر على بلادنا، وقلنا نقطة واحدة بس خاصة بالإهدار الموسمي في شهر رمضان. احنا هنحاول نوسع الصورة ونشوف تفاصيل الإهدار اللي غالبا بنعدي عليها، أو هذه التفاصيل يعني بنعدي عليها كأنها طبيعية، كأنها عادية، يعني أشياء بعضها بنمارسه بشيء من الاستمتاع والفرح والانبساط، مش مدركين إن احنا في الحقيقة بنخرب حياتنا بإيدينا. اللي عاوز بقى يشوف بقية البنود والإهدارات يشوف الحلقات السابقة، سواء مثلا إهدار صحة الإنسان، اللي هو إزاي إنه الصيام في الحقيقة ضار بصحة الإنسان وهو أكثر ضررا بالإنسان المريض، وإزاي الرجعية الدينية، الخطاب الديني الراجع اللي عندنا هو خطاب انتحاري بيخلي الإنسان غصب عنه يحاول يرضي إحساسه بالعجز، بالتقصير، بالذنب اللي بتزرعه فيه الرجعية الدينية، ويستجيب لداعي قالب التفكير اللي بيقول كلما كان الأمر أضيق أشق كلما كان أقرب لرضا الله. ورغم البؤيات اللي بتقول لك والله إن الله يحب أن تؤتى رخصه إلى آخره، من خلال اشتغالات وتحويلات الرجعية الدينية بتعمل اشتغالات بؤية، هي الحقيقة هي العملية عملية معقدة للغاية. فالرجعية بتبقى عندها القدرة على إنها تتملص أو تتنصل من المفاسد اللي بتحدثها في الواقع. أنا بقى ما يهمنيش البؤيات، أنا يهمني الواقع اللي قدامي. الواقع اللي قدامي بيقول إن الإنسان الرجعية الدينية في حد ذاته هو شخصية انتحارية وتخريبية. ماليش دعوة بقى أنا بإنه إنك ممكن تلعب عليا بالنصوص. النصوص بتعمل إلحاح على العقل 1400 سنة متصلة، وبالتالي بتنشئ قوالب تفكير تعمل بمفردها بمعزل عن أصولها. وفي الحقيقة إنه التناقضات النصية لا تعبر عن حقيقة تحتية مؤثرة وفاعلة، وهي متكاملة ومش فيها تناقض. يعني الرجعية الدينية مفاهيميا أو تحتيا ما فيهاش تناقض، هي عارفة سكتها كويس. ممكن جدا على المستوى النصي يقول لك والله إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ويقول لك كمان إنه الله رحيم ويحب الأشياء تكون أو الدين يسر وأشياء من هذا القبيل يعني. لكن الحقيقة في الواقع لا، مش ده اللي فاعل. اللي فاعل فعليا هو المفاهيم التحتية، واللي هي بقى بتشوف أثرها فعليا في الواقع، واللي ممكن نتكلم عنها مباشرة دون المرور بالنصوص أو بالادعاءات أو التحويرات والاشتغالات. خلينا نشوف بقى أثر فعل إقحام الطقس الديني الرمضاني على الحياة بشكل جماعي في مصر. أنا بقول لك إنه نحن لسنا بصدد الحديث عن الدين. اللي عاوز يصوم يروح يصوم، بس ما يجيش يجعل هذا الفعل فعل جماعي ويوقف الحياة كلها. ده كده ما بقناش دين، ده بقى سياسة، وهذا ما نقوله دائما. وهذا العمل ليس مختصا برمضان فحسب، يعني الأمر مش مقتصر على رمضان وخلاص، ده طول الوقت. يعني الحاجات اللي هنقولها دلوقتي بتلاقي منها كتير جدا موجود طول السنة، هو بس في رمضان بيتم تصعيد الأمر وتكثيفه وإظهاره بشكل مبالغ فيه. يعني مثلا طقس زي الصلاة بيتعمل له بقى جوامع ملهاش حصر، وميكروفونات ملهاش حصر، وحاجات كتيرة جدا متعلقة بطقس المفروض انه طقس تعبدي خاص وفردي، لا يبقى جماعي. احنا بنشوف ان الامر بالغ من الهوس لدرجة انك ممكن تلاقي ناس عاملة ركن للصلاة في بيوتها، كأنها عاملة جوه البيوت جوامع. يعني احنا عندنا مفيش كده في العالم كله. دور عبادة في النوادي وفي المدارس وفي أقسام الشرطة ومحطات القطر، شيء مريع. وتلاقي الشارع لوحده فيه جامع قصاد جامع، مفيش حاجة مرعبة. ولا يكتفوا، وتلاقي في محطة القطر جامع ومقفول وفرشين جنبه يعني هم ما يعرفوش يسيبوه مفتوح طول الوقت، خايفين من السرقة. بس الناس برضو في ناس عاوزة تصلي وهي ماشية يعني. طب وانت اصلا مفترض ان يبقى في خطاب ديني متطور مع الحياة، يبقى فاهم ان والله الطقس بقى يتعمل في البيت او في دار العبادة، وانت عارض مع العمل عبادة ايضا مثلا. يعني اذا كان لابد ان تمر الامور من خلال العقلية الدينية، لكن الرجعية زي ما قلت لك هي اشتغالات وتحوير. بس الفكرة كلها ان احنا نبسط سلطاننا الحقيقي والفعلي على الواقع، نستعمل في ذلك
الطقس، نستعمل في ذلك الحاجات المقدسه، نقول بقى ده قال الله قال الرسول علشان كله يتثبت. فاحنا هنا جايين نتكلم حوالين اقحام طقس الصيام على الحياه بشكل جماعي، فيما هو ليس في الحقيقه من اصل الدين في شيء. يعني المفروض انه ده طقس خاص تعمله في البيت مع نفسك، وما اعرفش انا بيه وما احسش بيه وما يهمنيش، والشارع بقى يبقى الناس بتاكل بتشرب ما يهمنيش، اللي بياكل بياكل، اللي ما بياكلش ما بياكلش، ما يشغلنيش. لكن لا لا، ده احنا شفنا السنه دي تصعيد لفعل ما يمكن ان يكون فعليا جماعه امر بالمعروف ونهي عن المنكر، في شكل يبدو انه هيبقى هيئه عامه، ويبدو انه في طريقه للتصعيد الى مستوى التشريع في يوم ما. لكن احنا دلوقتي اصبحت الارض مهيئه تماما لحاجه زي كده، وصدقني لو حد هف عقله وده هيحصل، ما دام الترجية مهيمنه على الواقع فهي مهيمنه على مؤسسات وافراد بامكانهم انهم ينتجوها على مستوى تشريعي، وهيبقى في قبول جماهيري، لانه معظم الجماهير شاربه بول البعير لحد مدمنه، وبالتالي اول ما ترمي لها الحكايه دي على طول هتنبسط قوي. وكمان الافراد اللي مزنوقين في السلطه بيبقى مضغوط عليهم من الجماهير بمنطق الحداثه، يعني بمنطق الحداثه بتبقى الدوله او الناس اللي موجوده في السلطه مطالبه بانها تعمل حاجات للجماهير اللي اصلا بتتعامل مع الدوله مش بمنطق الحداثه، ولكن بمنطق انه احنا مجندين لاجل ان تتم الخرافه عملها في العالم وتسيطر عليه كله. وبالتالي هي الفعل بقى هنا في الواقع هنا ان ازاي نعرف نسيطر على هذا المكان، فنستهدف الدوله، نفشلها ونستهدفها. ويمكن يكون الفعل اللي حاصل اللي بيحصل في رمضان واللي هو اتعمل له كل سنه تصعيد اكتر من اللي قبله، الفعل اللي بيحصل هو فعل عمليه بروفا جنرال للقادم. يعني اذا كنا احنا بنعمل دلوقتي مثلا شويه ضغط كده عشان خاطر نقفل المحلات، مفيش حد يشرب في الشارع او ياكل، السفاره مش عارف ايه تطلع تقول ايه، او القنصليه زي ما عرضنا في حلقه سابقه، القنصليه الروسيه تطلع تحذير للناس اللي تبعها، تقول لهم والله البسوا مش عارف ايه وخدوا بالكم. يعني انت في ضمن اهدار بقى السياحه، شوف تكامل الامر، نشتغل هنا ما تروح السياحه في 60 داهيه وماله ايه يعني ما نفتقر يعني، الثمن رخيص قوي يا اخي عشان تخش الجنه، يعني مش مشكله. يعني ايه يعني لما السياحه تخرب يعني هو الجنه تسوى ايه يعني؟ ده انسان الرجايه الدينيه عنده هذه الطاقه، يعني لو عنده زرار يدوس عليه والعالم كله يخرب مقابل انه يخش الجنه هيعمل كده، او ينجو من النار. طبعا عذاب ابدي رهيب، ويعني شيء برضو ما يعني تصوره هتلاقيه معقول جدا. anyway، طالت المقدمه، انا متاسف يعني، لكن هو الامور في الحقيقه في الرجاء الدينيه طبعا هو عقل متكامل، يعني عقل جبار يدير الحياه بحالها. والحقيقه قدرتنا على ان احنا نلاحق تفاصيله مهما كانت ضعيفه، وبرضه انا فرد ضعيف، يعني هو الرجعيه بتعمل مسيطره على الحياه، واللي زي بيتم الردم عليهم والامور تروح. فاحنا نبقى اصلا محتاجين نعيد انتاج نفس الكلام علشان خاطر نفس الظاهره موجوده. يعني وبعدين هو ايه المراد الرجعي؟ انت طبعا انه الرجعيه اصلا راسخه وثابته في الواقع، وقول ما تقول هو برضه ما بيزهقش، هو عنده القدره انه 5 مرات كل يوم 10 بتسلط على ودنك 10 ميكروفونات ما بيزهقش. وانت كانسان طبيعي المفروض انك تزهق يعني. فده جزء من اعمال الرجعيه الدينيه، يعني اليات عملها، يعني لابد ان نفهم كيف يفكر ضد الخرافه العربيه القديمه، فجزء من اليه فعله الالحاح. احنا بقى هنا طبعا مهما كنا عندنا طاقه في الالحاح برضه هنزهق، وبالتالي الرجعيه تكمل، يعني سواء بقى زهقنا او حصل لنا ازاحه طبيعيه او حصل لنا عمليه احتواء، ففي النهايه الفرد ضعيف حين يكون وحده، واحنا في الحقيقه في وحده قاتله، في اضطراب رهيب. خلينا بقى مع اهدارات شهر رمضان ازاي بتحصل. يعني احنا طبعا عارفين وشايفين كل يوم، واحنا مش بنتكلم في كلام نظري. يعني انت عندك مثلا اعاده برمجه اليوم ضد المنطق، يعني تلاقي اليوم بيتقلب، الناس تسهر لحد الفجر طبعا. عاوزين يسهروا عشان يتسحروا. وطبعا الامر بيختلف من الصيف للشتاء. في الصيف بيبقى النهار طويل والليل قصير، العكس بيبقى في الشتاء. في الحالتين بيحصل بقى ان الناس تنام اطول وقت ممكن من النهار، وبعض الناس تنام طول النهار او جزء كبير منه ويبدا اليوم فعليا في وقت متاخر.
فتلاقي الناس متكربسه عاوزه تعمل حاجات كتير، وبيحصل عمليه تدمير لايقاع الحياه. وطبعا ده بينعكس على حاجات تانية، يعني مثلا انك اذا كنت هتشتغل بالنهار فيتم اهدار ضوء النهار لصالح انه هتستعمل طاقه بالليل. وبعدين كمان انت كفرد شغال يعني بقى عندك طاقه ذهنيه في اوقات العمل بتبقى في مستويات ضعيفه، انت اصلا ديستراكتد وسهران، ويعني كتير من الحاجات تتاجل للعمل، يعني يقول لك بعد الفطار. وفكره التاجيل دي قالب تفكير، ما انت الحياه كلها بتبقى مؤجله لما بعد ما الموت، لانك انت بتحرم نفسك على اساس او بتضغط على نفسك في الحياه. ده قالب تفكير طبعا، الحاح على العقل 1400 سنه متصل. فقالب التفكير ده تلاقيه شغال في حياتك بحال. ايه يعني تيجي تقول اي حد يقول لك بعد الفطار، طيب وفي رمضان نفسها تقول لك بعد العيد. وبعدين انت كمان اصلا هتلاقي نفسك في حياتك كده عمال تاجل برضه. يعني مش كل الثقافات عندها الكلام ده. لما اتخرج، لما اتجوز، لما يعني كده، يعني قالب تفكير التاجيل ده اساسي عندنا، لانه مرتبط بالبنيه الاساسيه للعقل عندنا، انه الحياه اصلا عباره عن معبر، وانه كل شيء هيبقى يعني متاح فعلا، والحياه الحقيقيه هتيجي فعلا بعد ما نموت. طب لان الفكره اساسا انه عامله تسخير لهذا الامر في سبيل الغزو والاحتلال. احنا ناس غزاة وعندنا غزوه بكره، فتجنيد الناس قايم على الفكره دي، انه حياتك مؤجله لبعد ما تموت، وانت هنا جاي علشان خاطر تحقق سلطه الخرافه العربيه القديمه على الحياه من خلال الغزو. المهم، فايقاع الحياه بيقع في رمضان، وبيقع بشكل جماعي. يعني ما انا ما عنديش مانع يقف يعني انت مثلا شخص ضايع ومضيع نفسك ماشي، انما ده يبقى حاجه عامه ومشرعنه، ويقدر اي حد يقول لك انا صايم، ولما يتخلى عليك يبقى في مبرر باعتباره صايم، او نايم وتعبان او مش قادر عشان انا صايم. يعني لا، المفروض انه في مجتمع الحداثه مش دعوه انت صايم ولا ما تصومش، في عمل يعني في ميعاد وفي التزامات تعملها، واذا انت مش قادر ما تصومش عادي يعني. وهي ممكن تلاقي لها تخريج اصلا، بس الخطاب الديني عندنا جامد ما بيتغيرش. ما يرجع بقى للايه بتاعت والذين يطيقونه فديه طعام مسكين. المفروض اللي يطيقوا الصيام ومش عاوزين يصوموا يدفعوا شويه فلوس ويبقى انفع للمجتمع يعني. anyway، بس اللي حاصل بصرف النظر بقى انه النتيجه انه بيحصل ان المجتمع كله بيشتغل بنص طاقته او اقل، وطبعا برضه مع اهدار في الطاقه زي ما قلت لك كده. لا، لما الناس سهرانه طول الليل، ما هو هيترجم استهلاك اضخم للطاقه وكهرباء واضاءه طول الليل طبعا، واجهزه شغاله يعني. ما هو الناس حركه، وطبعا في ناس بتعمل تعاليق وزينات بقى وتحط لمض على مدنه الجامع ومش عارف ايه يعني حاجه ملهاش اي قيمه ولا حتى جماليه في الحقيقه يعني. ومجرد ان احنا بنعمل دوشه بصريه معادله للدوشه السمعيه اللي احنا متعودين عليها وشغالين عليها. طبعا يعني من المفارقات اللي بتحصل في الاهدارات بتاعه رمضان الاهدار الخاص بالاكل والشرب. يعني هو المفروض ان رمضان ده بتصوم او الناس ما بتاكلش او بتاكل اقل، لا كده بيحصل بقى العكس. في طبعا فعل بشري تاريخي مقابل لتخفيف وطأة شهر الصيام على الناس، على الصائمين. هذا الفعل بيتضمن حاجات منها الاكل، انه يبقى فيه مبالغه في الاكل يعني، وحلويات، قطايف كنافه وكلام من ده يعني، وسحور برضو يعني بنشوف مصلحتنا يعني، وبين الاثنين طول الوقت بقى شغل يعني، تسالي يعني تعويض مبالغ فيه للصيام في النهار. وطبعا النتيجه بتكون انه بدل ما الصيام يقلل الاستهلاك، هو عمليا بيحصل له مضاعفه، ومع انعكاسات ده على الجسم زي ما حاولنا نشرح في الحلقه اللي عملناها حوالين اضرار الصيام على صحه الانسان. وبص، في حلقات موسميه اظن لازم كل سنه نعملها، يعني لازم كل سنه مع رمضان نقول ايه اضرار الصيام على صحه الانسان، او إيه اضراره بالذات على الناس المرضى. وبالذات لازم يتقال ده هو طول ما فيه فعل مقابل للتدليس والكذب بادعاء انه الصيام مفيد جدا للصحه وبيمنع الكحه، لانه هو لا، مش مفيد للصحه ولا حاجه.
والمفروض انه احنا الانسان يتعلم الصراحه والوضوح والنزاهه. يعني قول للناس والله الصيام مفيد، بس تصوم. انت طالما انت عاوز تطيع امر الله صوم، يبقى اذا من سكات. انما تقعد تلف وتدور وتحور وتعمل اشتغالات تضر فعليا الحياه، لا تضر الناس، لا. طيب من برضو الحاجات اللي بتحصل في رمضان غير الافراط او الاهدار في الطاقه والاكل وانك تقلب ايقاع اليوم وتنام وتصحى بشكل مختلف عن الايام العاديه، انه بتحصل عمليه زحمه وما يمكن ان يقال له راش اور. بس هي مش راش اور، ده هو راش اورز، يعني ساعات ذروه من بعد الظهر كده او العصر وطالع، تلاقي نوع من انواع الهستيريا او العصاب الجماعي، حركه زحمه تفهمش يعني. طبعا ده بيرتبط معاه حوادث كتير وناس طبعا مخنوقه وحاجه، يعني ايه، كله بيتحرك تحت ضغط جسدي ونفسي عالي، وتحس انه كانه يعني لازم يروح يفطر ويلحق يفطر وحاجه، ويعني مرتبط بده كميه كبيره من الحوادث اللي ممكن تكون وخناقات، عكس ما بيتقال. يعني طبعا بيتقال انه والله المفروض بقى انه روحانيات بقى وبتاع، وانس الطقس ده بقى جماعي في عصر حداثه وفي مواصلات وفي اعمال بتبقى بعيد وحاجات كده وفي وقت عمل، يعني في واقع الحداثه بيتحول الامر الى مأساة. مش مجرد انه والله ايه، ما هو شوف مثلا انت كمان افرض انك انت راجل مستثمر وعندك مصنع، ويجي لك ناس شهر بحاله يقول لك احنا صايمين وعاوزين ميعاد الفطار وعاوزين مش يعني كده، ولازم تكيف نفسك مع ده. انت راجل صيني مثلا وجاي تعمل لنا ما تفتح مصنع مش عارف، يعني ما هو برضه مؤثر، هو جزء من عمليه الاهدار. طبعا يعني في اهدار لفكره الوقت نفسها. يعني ما هو كل ده هو بيرتبط بايه؟ انه الشخص اللي هو يعني هو اصلا في الاوقات العاديه انت طول الوقت في حاجات بتعملها علشان خاطر يعني مش عاوزين نخش في حاجات الايمان الشخصي، احنا بعيد عنه، احنا في الواقع الاجتماعي. ففي وقت طويل جدا في رمضان اكتر من الطبيعي بيتخصص للطقوس. طبعا تراويح، تهجد، دروس، تلاوه وحاجات كده، يعني على بعضها كده بتعمل عمليه ايه، تآكل للوقت في اليوم اصلا اللي الناس ممكن هو اصلا بيبقى متآكل اساسا وانت اصلا في ضغوط. يعني اللي عاوز بقى يرجع لحلقه الاهدار اللي بيحصل في صحه الانسان، الصيام بيعمل خمول وتوتر. الجسم بيفسر قله الجلوكوز على اساس انها ستريس، وبالتالي بيعمل عمليه بيرفع مستوى الهرمونات او التحفز. يعني بيعمل عمليه سمباثيك ستيموليشن، يعني تنبيه سمبثاوي، يعني فايت اور فلايت، انك انت في وضع تحفز. وده بقى يعني لما تحطه جنب بقيه الحاجات هتوصل في النهايه ايه لاخر اليوم. هو اصلا اي انسان او اي مجتمع اخر اليوم المفروض انه بيعمل عمليه موازاه ما بين الانتاج والاستهلاك. طبعا ما فيش ابداع، احنا اصلا من زمان العقل الديني الرجعي المهيمن عندنا بيعمل احباط للقدرات الابداعيه للفرد، هو كمان بيعمل احباط للقدرات الانتاجيه في الايام الطبيعيه نتيجه عوامل كتير، بس ده بيحصل له مضاعفه في رمضان. يعني احنا بنقول انه رمضان بيبقى كورس مكثف من الرجعيه، كورس مكثف من الاحتلال الديني للحياه، او الاحتلال بالخرافه العربيه القديمه. بيبقى وقت طويل جدا اكتر من الطبيعي مستهلك في الطقوس، وبيحصل عمليه تقديم على قيمه الوقت، بيبقى اعلى قيمه من الوقت المنتج. يعني العمل والحياه يتاجلوا او يحصل لهم احباط مقابل الطقس، وبالتالي ده بيطبع العقل على انه اهدار الوقت مش بس مقبول لكن محمود مقابل انك تعمل ما تأمر به
الرجعيه الدينيه في اقحامها على الحياه، سواء بقى على المستوى الطقسي او غيره. وطبعا الموضوع ممكن ياخد شكل بقى واضح شديد قوي قوي لما اقول لك بقى ايه اعتكاف العشر الاواخر من رمضان. كويس، يعني الناس تنسحب تماما من شغلها وحياتها وتقضي ايام كامله في الجامع. وده بي بيقدم بيكون يعني باعتبار بيتقدم يعني او بيتسوى باعتباره بقى قمه التدين يعني. بس هو عمليا فعليا عمليه انسحاب من الحياه يعني. ده بيأكد فكره انه الحياه اقل قيمه من الطقس، او الحياه اقل قيمه من ايه؟ الموت. ما هو الطقس ليه؟ علشان خاطر بعد ما اموت. هو اصلا الليله كلها في سيطره الخرافه العربيه القديمه على العقل والحياه عندنا قايمه على فكره انه الموت اهم من الحي. هو الاساس انه غزوه بكره كانت تتطلب انسان عنده استعداد انه يموت مقابل او عنده استعداد انه يموت في غزوه بكره. بس السيستم لسه السوفت وير شغال بس بشكل غير مباشر. وحط بقى بقيه السمات الرجعيه يعني. ما اصل انت العمليه كلها بيحصل لها تصعيد في رمضان اكتر من الطبيعي. مثلا ذهنيه التسول احنا شرحناها في حلقه سابقه قبل كده. ذهنيه التسول بتعمل انسان عنده تصور انه اساسا جزء من الجماعه دي غزوه جيش غزوه بكره، وان هو مسؤول منها، وانه له حق معلوم عند اي حد معاه، وانه المفروض انه ياخد حقه لانه اي حد اللي معاه مش بتاعه. المال مال الله اصلا. واي حد معاه فلوس فده رزق، مش جاي عن استحقاق ولا مجهود. وانا كحد ما معهوش فالمفروض اخد حقي بقوه يعني. وحقي ده التاني المفروض يشكرني ان انا باخده منه، لانه في الحقيقه انا باخد منه فلوس حاجه قليله عابره، لكن اللي باقي له جامد جدا بعد ما يموت يعني على الجنه. يعني الاجر اللي انت هتاخده من ربنا اكبر بكتير من الفلوس اللي هاخدها منك. فيعني يعني معادله كده للتسول بتنتهي لان بيبقى في انسان عنده هذا التصور انه يعني ده يفسر لك كتير من الحاجات اللي احنا حاولنا بقى يعني حلقه كامله قلناها في محاوله شرح ذهنيه التسول في الواقع الرجعي. لكن في رمضان بيحصل عمليه انفجار في فكره التسول دي، وبتبقى بتاخد شكل من اشكال الشرعيه يعني. تلاقي اعداد اكبر في الشوارع، ناس قاعده على النواصي، واشكال كتيره بقى يعني بالدرجه اللي احنا عارفينها طبعا. كل المجتمع بيعرف من متسوليه يعني. يعني تلاقي الناس اللي بتمثل المرض او عامله مريضه او شايله ورقه تقول انها مريضه او شايل لك قسطره وماشي، اشياء مناظر بشعه يعني. والموضوع بياخد شكل شبه مهني يعني. هو الرجعيه نتيجه اقحام ذهنيه التسول على العقل بتحول ساعات العمل الى تسول او التسول الى عمل يعني. زي ما في ناس بتشتغل مهنتها انها شحاته او بتشحت، في ناس وهي بتعمل بتبقى العمل جواها متضمن جواه حته الشحاته. يعني انا بعمل واتسول في الوقت نفسه. فتلاقي مثلا زي المسحرات مثلا، يعني يبقى في نموذج كده انه في واحد جاي فجاه قرر انه يلف في الشوارع وشايل صفيحه ولا طبله ولا اي حاجه ويقعد يعمل نفسه مسحرات. انا اجرتك، انا قلت لك تعالى. لا بس هو بقى وبعدين بعد اخر الشهر يجي يقول لك فين. فهو يعني نظام هو تسول بس مقنع يعني. وكتير من النشاطات في اليوم عباره عن عمل بس، او يبدو انه عمل بس موجهه لايه؟ فكره التسول. فهنا بيحصل عمليه تاكيد لفكره او ذهنيه التسول. وبتتصاعد يعني في الاحوال العاديه بتلاقي في حاجات كده، تعبيرات العربيه طبعا اقتحمت حياتنا، منها كلمه يقول لك ايه؟ الاطعام. هو عمليه التسول ديت هي حركه للمال بشكل غير طبيعي يعني. مفيش قيمه انتاجيه بس في عمليه في سلوك بيتم تدعيمه في المجتمع، انه يتم الاعتماد فيه على على الافكار او المفاهيم دي بدل ان انا اشتغل يعني.
يعني انا هحصل على المال من غير ما. المفروض انه في مجتمع الحداثه تعمل تاخد اجر، لا تعمل مفيش اجر. طبعا احنا ما احناش قادرين نعمل المجتمع الحداثه اساسا، احنا عاملين مجتمع رجعي. فالمجتمع الرجعي فيه حاجات بقى، يعني مثلا يقول لك لا الامور تبدو انها شكلها جيد، يعني يقول لك حاجه زي الاطعام. ايه يا عم الاطعام ده؟ اطعام يعني ان احنا هنطعم الناس. طب هو كلمه فعلا بالنسبه لي بتديني شعور مش جيد، يعني من حيث اللفظ او من حيث المعنى. ليه بقى؟ هو انت في ماضي شبه جزيره العرب الحقيقه فعلا عندك مشكله يوميه انك عايز تاكل. يعني انك هتاكل دي مشكله يوميه، ده ما تبقاش موجود قوي في مجتمعات الوفره او مجتمعات الحداثه. المفروض فكره الفقير في مجتمعاتنا مختلفه عن فكره الفقير زمان اصلا. في مجتمعات ماضي شبه جزيره العرب طبعا مكان فقير، خلو من الحضاره، خلو من انت لو صبحت الصبح، لو مفيش حاجه اسمها ثلاجه، مفيش حاجه، حتى مفيش حضاره تعمل عمليه حفظ للاكل، الاكل اللي بيتحفظ يا دوبك التمر مثلا لما يتنشف وينشف بطبيعته لوحده كده. يعني مش مصر القديمه، يعني كان عندهم في اختراعات كده عشان تحفظ الاكل. وانت ممكن تصبح الصبح ما تنزلش البيت مده طويله، يبقى عندك خزين سنه او خزين فصلي مع الزراعه والبتاع. مفيش الكلام ده. فكان في اهميه لفكره ايه اطعام الطعام. هو طبعا بما انه الذهن ده لسه موجود، فتلاقي من ده موجود طول السنه. تلاقي في ناس كتير جدا بتلم الاف اموال كتير جدا، والناس دي معظمها بتعمل ده بشكل اهلي وبشكل خاص ولا رقيبه عليه. بس هو انسان الرجاء الدينيه يعني بيريح ضميره، يطمئن بقى. الناس مصوره في الفيسبوك وفي النت والكلام ده، تبص تلاقي ايه وجبات واللهم بارك، كنت عارف الخنفانه بتاعتهم دي. اشتغلوا بقى. الموضوع ده في رمضان بيزيد قوي، وبيبقى هي بقى فكره انه والله ايه هنطعم الطعام عشان هنفطر صائم. واصل ايه افطار الصائم؟ وخد بالك في كتير جدا من الناس بتعمل الحاجات دي، بتبقى حاجه اسمها موائد الرحمن. موائد الفجعان. الفجعانين بقى ناس ممكن ما تكونش صايمه اصلا. لكن هل الفكره هنا فكره خيره؟ انا بقول لك لا. حتى ولو كان الانسان بيعملها، برضو كتير من الناس بيعملها من منطلق خير يعني، بس هي في الاساس في مصادره للفكره. اولا انت بتاخد اجر افطار صائم، في نصوص كده انك انت ايه لما هتفطر واحد او هتاكله وهو كان صايم، يبقى ايه كده هتاخد اجره مثل اجري، بتعطيش الجيم. فتلاقي يعني ده اللي يفسر لك انه ايه فكره ان انا الناس تبقى واقف في النواصي وشايل لك شويه تمر واخبطك في وشك ويجري وراك. ده مش خير يعني، لا، كل دي دوافع دينيه عميقه خدت الشكل ده. وطبعا في عيال متبطله، عيال بتهرج وعيال فاضيه عمليه يعني. يا اخي ده كلمه سقيا الماء بتتقال، سقيا الماء. يعني تصور بلد النيل يتقال كلمه سقيا، في ماضي شبه جزيره العرب ماشي مفيش. وبعدين ايه تلاقي ناس عاوز يقول لك صدقه جاريه، اللي هو ايه يا عم طبعا التعبيرات العربيه القديمه غزت حياتنا واحتلتها خلاص يعني. كتير حد يموت ولا بتاع يجي عامل لك سبيل اللي هو بتاع كده، يبوظ بعد اسبوع ويتكسر والميه تبقى مرميه في الارض وحاجه يعني. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ كفايه يا جماعه، ده كل ده اهدار، كل دي فلوس يا بيه بتندفع. ما انت احسب، يعني احسب كم الناس اللي بذهنيه التساؤل هو قاعد عنده حاسس بالاستحقاق. انا فقير مش عشان انا بقى ايه خلوه من المهارات، مفيش عمل، كسول، مش عارف ايه. لا، هو انا كله البلد هي السبب، المجتمع هو السبب. مثقف الحشاشه الدينيه ولا كده يشتغل لك بقى لان في فساد وما فيش مش عارف كده يعني. مش بيبقى مثلا الانسان بيتولد عنده احساس بالمسؤوليه عن ذاته وعن مسؤوليه عن حياته، لا، ده هو بيتولد على اساس انه هناك اصلا ارزاق موزعه ونصيب مكتوب وكده. السيستم بقى بيشتغل للاسف، يعني سيستم تخريبي على كل مستوى يعني.
وكله بثمنه، كل ده فلوس يا بيه. اصلا كل اللي احنا بنقوله ده ما بتترجم فلوس يعني، والمفروض ده هيتحسب. انا قلت لك قبل كده في الحلقه اللي فاتت، للاسف احنا ما عندناش مراكز بحثيه حره تعمل احصائيات بمناهج علميه اقرب للحقيقه، تقول لك احنا بندفع كام فاتوره كل سنه في رمضان. حتى ما يقال له موائد الرحمن او الاشكال للاطعام كل ده فلوس، وكل ده اهدار، وكل ده مش خير، مش زي ما الناس متصوره. وفعليا هو ليس خيرا، هو اشاعه لروح عقل ماضي شبه جديد العرب في المجتمع، وتعميم لسلطه الخرافه على الواقع. يعني انا هقول لك تاني، كل دين هو مجموعه من المعتقدات الغيبيه التي ليس عليها دليل. كل الاديان كده، واذا بصيت لكل دين من بره هو خرافه. يعني كل واحد دينه يعني حقيقته الروحيه اللي المفروض يبقى عارف انها موروثه وما فيش عليها دليل، يبص لديانه الاخر ويقول ايه الخرافه دي. هو الاخر برضه لازم بتبص عليه يقول له ايه الخرافه دي. المفترض الاثنين دول كل واحد يروح بقى بيته، كل واحد يروح المعبد بتاعه، والمجال العام يبقى ايه، محايد. واي حد منهم يجي المجال العام نقول له انت ايه اللي جابك هنا يا خرافه. لكن احنا نحترمه كدين لما يبقى دين. هنا بقى ما يبقاش خرافه. هنا ايه اللي جابك هنا يا خرافه؟ انت كده ما بقتش دين يا ابني، انت كده بقيت سكينه تهدد حياتي. سكينه المطبخ اللي قلت لك عليها في المطبخ تقطع الخضار، هنا تبقى ايه، بتهدد بيها حياتي او بتتسلط بيها على حياتي. بند تاني من البنود طبعا اللي المفروض تتحسب من الاهدارات اللي بتحصل في رمضان، اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقه منفصله قبل كده، اللي هو المرضى والناس اللي بتتاثر فعليا نتيجه الصيام. انا عارف وانت عارف انه دينيا فعليا جوه الدين المفروض الناس المريضه واللي حياتها مهدده المفروض الناس دي تفطر. بس هل ده اللي بيحصل في الواقع؟ طيب تيجي تقول لي بقى ايه، لا يمثل الاسلام وليس من الدين في شيء. ما انت اصلا طول الوقت مبرمجه على انه ده خير، انه يعمل احسن ما يستطيع واقصى ما يستطيع في كل حاجه علشان خاطر يكون اقرب لرضا الله، ومعرفه ومعلمه ومؤسسه على انه الاجر على قدر المشقه. فهو السيستم بيشتغل مع بعضه. يعني ما ينفعش يعني لما تيجي تقول لي لا ده ربنا بيقول انه ان الله يحب ان تؤتى رخصه وان الناس ديت مخالفه وان الناس دي هي اللي وحشه، اما هي ما بتجيش كده. انا ماليش دعوه بقى بالنصوص، انا ليا دعوه بالواقع في النهايه. يعني في كل حال يعني دايما انا ماليش دعوه بالنص، انا ليا دعوه بالواقع. النص ده انا بس بروح له علشان اوضح لك اللي انا شايفه قدامي، واللي انا شايفه قدامي هو تسلط العقل ماضي شبه جزيره العرب على الحياه بزعم او بحجه او بقناع قال الله قال الرسول. فتلاقي انه تقريبا معظم الناس ما كانش كلهم بيصوم برغم مرضه ورغم او حتى نصائح طبيه. فبتلاقي اصلا كتير من الدكاتره هو اسكت هوس، يجي رمضان يقول لك العطش والصيام ده مفيد جدا، بعد رمضان يقول لك شرب الميه طول الوقت هي اللي مفيد جدا. فتلاقي بقى ايه، يعني تدهور صحي ومضاعفات وكتير حالات خطيره. احسب بقى كم حد ممكن يخش مثلا في جلطه نتيجه انه امتنع عن الشرب، الاكل والشرب في رمضان. كم حد مثلا دخل في فشل كلوي كان يا دوبك على الحافه وكان ماشي حاله. يعني يعني كم حاله فعليا، واحسب بقى بيندفع لها كام. فالليله كلها بتنتهي في النهايه الى فلوس، بتترجم فلوس وناس بتنضر فعليا. وحط ده جنب اللي فات مع اللي جاي بقى. يعني ما انت انا اعتقد ان هناك ما يمكن تسميته باقتصاد رمضان. يعني المفروض نعمل فاتوره ونحسب فيها يعني احنا بنتكلف كام. يعني انت فكره مثلا انك تاجل شيء كان ممكن تعمله النهارده الى بعد العيد ده يعني بكام. يعني لازم الكلام ده يترجم لفلوس، وبرضه نترجم ما يبدو ان هو اشياء الحقيقه اتعملت غالبا لتخفيف وطأة الشهر الكريم اللي هو ايه، الحلويات والكنافه والقطايف والاغاني والحكواتي والمسح، الحركات اللي بتتعمل دي اللي يعني في الحداثه خدت شكل بقى ايه، الفوازير التمثيليات والكلام ده، هو اللي هي بيتم استغلالها بقى اقتصاديا عشان ندور بقى العجله يعني، ونعمل اعلانات ونزود المشاهدات ونجيب كده يعني. بقى في اقتصاد وداير يعني.
هو ده له جانب جيد يعني، والله اقتصاد وشغال يعني، اي حاجه تعمل شغل واعمل اي حاجه تعمل حركه، اي فلوس تدوير لراس المال مش اشكال. بس برضه الجانب السلبي فيها يمكن يكون اخطر. انا بقى، ما هو انا بساهم في الكرنفال السنوي، ما هو مش يا ريته كرنفال احتفالي يعني وحاجه، يعني موسم مثلا بنعمل مثلا موسم سياحه، موسم مش عارف ايه ترويجي، لا. ده اللي هو بيحصل عمليه تاكيد على عمليه انه والله هنيجي هذا في هذا الشهر ونعمل بقى ايه، نزود بقى يعني. انت حتى اخر الشهر في حاجه اسمها كحك العيد. هو اصلا الكحك العيد ده كان له اساس في مصر القديمه، واحنا في مصر القديمه كنا يعني ايه، عندنا مواسم كتير للاحتفالات، بس طبعا ما بمنطق حضاري، مش بالمنطق الخرافه العربيه القديمه اللي هي قايمه على فكره السلطه دي، اللي هي حتى بتستغل الشهر علشان تصعد سنه ورا سنه مراداتها، بما فيها المراد بتاع مثلا ان احنا نعاقب اللي بيفطر في رمضان، في مراقبه مجتمعيه وراه، وجايه في الطريق بقى نعمل بقى الشكل الرسمي للموضوع. فهتلاقي طول الوقت يعني حتى في نهايه الشهر لازم بقى الكحك ونخش. يعني انا لو انا مثلا جيت في مواسم واحتفالات في اطار الحداثه، وبقى في يعني حاجه كده على الماشي كده على خفيف كده مثلا، مش مشكله، ده بالعكس ممكن ابقى مبسوط. بما فيه ذلك مثلا نيجي نعمل في مولد النبي شويه حلويات وبتاع، اهو اقتصاد وشغال وناس بتعمل وناس ومال. ده في اطار الحداثه. في اطار الرجعيه الحالي في السياق الحالي لا، ده سلبي، ده ضار جدا بالحياه، حتى وان بدا له جوانب ايجابيه. فاحنا دلوقتي عندنا اهدار كامل طول الشهر، بيجي عند ايه يعني، في دوره استهلاك ممتده، او بيحصل لها برضه في نهايه الشهر لازم شغل، نكمل بقى شغل الكنافه والقطايف والذي منه، بشغل الكحك في العيد والذي منه. ويعني طبعا الموضوع فعلا له تركيبات، ما انت 1400 سنه استسلام للفكر ده، فاصبح متعشق في الواقع، وله بقى ابعاده. وكتير جدا من الناس تيجي تكلمها دلوقتي والصاجات وكنا بنشيل والفرن ومش الفرن والذي من يبيه، كل دوت اصلا ده معسكر الاعتقال ودي ادوات التعذيب. بس انت اصبحت تستمتع بالتعذيب، او يا عيني من كتر الضغط عليك بتحول التعذيب الى اشكال، يعني بتحاول تلطف من المسائل، زي ما بقول لك كده يعني، زي ما بتعمل اغاني ولا المسحرات. كان فؤاد حداد وسيد مكاوي كان في رمضان يعملوا مسحراتي مش عارف ايه وبتاع الحاجات دي يعني. ما هو الانسان بقى يعني بنحاول نتكيف، هنعمل ايه طيب؟ بس الافضل في تقديري انه احنا والله ننتقل الى مجتمع الحداثه اللي يصبح فيه الطقس مساله فرديه مش مساله مقحمه على الحياه وجماعيه زي دلوقتي. ما انت مثلا تيجي في العيد تعمل لي اجازه 3 ايام، اللي هو ايه يعني؟ ليه 3 ايام اجازه؟ ليه يعني؟ مش فاهم انا. وبعدين هيبقى 4 ايام في العيد الكبير، مش شيء غريب جدا يعني المجتمع كله ياخد استراحه بعد شهر هو اصلا فيه منتخ. انا مش مدرك يعني، اديني عقلك. ولا هو بيفك عشان بقى يقعد بقى طبعا وانتفاخات بقى، وطبعا نرجع بقى نقلب. ما انت في دخلة الشهر بيحصل عملية لخبطة. احنا كنا شرحنا يعني على قد ما قدرنا طبعا يعني، لخبطة في حركية الأمعاء نتيجة اختلاف العادة، لأنه الجهاز الهضمي بيشتغل بشكل بيبقى فيه نوع من أنواع البرمجة كده. يعني أنت مثلا عودت نفسك تفطر في وقت معين وتتغدى في وقت معين وتتعشى في وقت معين، أو مثلا تفطر وتتغدى متأخر يبقى ده العشاء بتاعك وخلاص، يعني تاكل مرتين في اليوم مثلا يعني. تلاقي نفسك بتجوع في الوقت اللي انت متعود عليه، يعني انت حسب ما انت مبرمج الجهاز الهضمي بتاعك. فانت لما تخش في دخلة الشهر وتقلب الدنيا وتحصل ايه، قلق وتوتر، بينعكس بقى في اعراض زي الحموضه ولا التقلصات ولا سوء الهضم ولا انتفاخات ولا امساك ولا اسهال ولا قولون عصبي الى اخره. يعني وده نفسه بيحصل برضه في الخروج من الشهر. فانت طول الوقت يعني بالحقيقه، يعني هو رمضان عموما والحياه عموما انت بتدفع فيها من خلال سيطره اقحام الدين عليها يعني. بيبقى بقى ايه، الحياه كلها بتتحول الى اداه
او بتستعمل او بتندفع في الحقيقه فاتوره للعشم في النجاه من النار ودخول الجنه. فيبقى الموضوع عباره عن صفقه تبيع فيها حياتك وتهدر فيها وقتك ومجهودك وفلوسك في الحقيقه في المجتمع كله على بعضه. وبصرف النظر عن رمضان، يعني الحياه بحالها كده على بعض بتبقى صفقه لهذه الجماعه البشريه. انه طب ما ترجع تاني تقول الله، هو في اصلا حساب جماعي؟ ما هذا التناقض بقى بتاع الرجعيه الدينيه. يعني هي لان الرجعيه دي سيستم، تجربه تاريخيه ضخمه. يعني بيعمل ايه بقى؟ بيجعل الفرد ويحاسبه بذاته هو، وفي الوقت نفسه يكرسه لصالح الجماعه ويعمل تجنيد للجميع علشان خاطر وكأن الجماعه دي كلها هي هتتحاسب. يعني مصر هتروح كده، هتيجي يوم القيامه تقف قدام ربنا وهتخش الجنه او النار. مصر كبلد مفيش الكلام في الحقيقه، المفروض مساله فرديه. بس شوف بقى التناقض، اللي هو المفروض ان هو فردي والحساب بتاعه فردي، لا يبقى مفروض جماعيا على الكل. ويبقى بقى المؤايضه او الصفقه اللي هو ايه، ان احنا نبيع حياتنا كلها. طبعا انا شرحت قبل كده وبحاول طول الوقت ابين قد ايه الموضوع ده خطير، وواخد مستويات خطيره جدا عليا من ان احنا كلنا نقحم في صراعات مش بتاعتنا. مصر المصريه المفروض يعني ملهاش علاقه مثلا بالصراع في فلسطين واسرائيل، مش بتاعنا اساسا، ولا كان لنا نخش. الرجعيه ده اقحمتنا فيه وما زالت شغاله، خطاب الكراهيه مصر على تكرار نموذج ايران في مصر هنا. واحنا شايفين انا يعني كل يوم رساله، 10 رسائل، 100 رساله، 1000 رساله، ان احنا ماشيين في هذا الطريق. برضه هي نفس المنطق. فالصفقه بتبقى يعني ايه، تحمل للصوم وطقوس مكثفه وكله فدا ايه، ان انا صايم، احنا بنصوم او احنا هنصوم. مصر كلها يعني الجماعه البشريه البلد كلها لازم تبقى ايه، في حاله صيام. ده مقابل انه احنا ننجو بعد الموت من النار ونخش الجنه. فيبقى في تقبل لفكره الاهدار، ويبقى الموضوع استثمار بقى. يعني انا هبيع حياتي بحالها وادفع او ادفع الفقر او ابقى في حاله تخلف وفقر مقابل العشم بتاع الجنه وكده. يعني منظومه متكامله من الاهدار وشغاله على طول. يعني هي اصلا في رمضان بس بيحصل لها عمليه تكثيف والموضوع بيحصل كل سنه بلا يعني مفيش سنه ومن رمضان يخلف ميعاده. عمليه ضخمه وهائله، لانه تبقى الحياه كلها اصلا قايمه على الطقس. محور الحياه كله هو الخرافه العربيه اللي هو الاحتلال بالرجعيه الدينيه. شوف بقى انت يعني ايه معنى الوقت مثلا عقلي يتم الالحاح عليه بالتصورات دي، هيبقى تصوره ايه ناحيه الوقت او ادراكه ايه لقيمه العمل. يعني ما انت لما تشوف الاحوال الطبيعيه في الايام العاديه، الانسان الرجعيه الدينيه لا يقدر قيمه الوقت ولا قيمه العمل. تلاقينا عندنا عمليه تدريب كده او تقول كورس مكثف كده علشان خاطر نتعود على اهدار قيمه الوقت اكتر، او ناكد اهدار قيمه العمل اكتر. طبعا سيستم غذاء، احنا اصلا مش سيستم انتاج وابداع، احنا سيستم غزو واستلام يعني. وبرضه نتدرب برضه على فكره التاجيل يعني او الاستهلاك برضه. ف الاهدار اللي بيحصل في رمضان هنا مش مساله يعني مثلا هامشيه او جانبيه او شيء يمكن تجنبه، لا ده هو اساس الموضوع قايم على الفكره دي. يعني فكره انه يبقى الطقس على حساب الحياه ويتصعد من مستوى فردي لمستوى جماعي، وما يبقاش فيه طبعا ايه. وبقى الموضوع طبعا محصن من النقد، اي حد يتكلم طبعا يتصدر في وشه على طول بقى الشويتين بقى اللي انت عارفهم يعني الامر ممكن يوصل لمستوى التكفير عادي يعني. وطالما احنا ما عندناش نقد صريح للمنظومه دي، هيفضل رمضان كده كل سنه، مش بس شهر عباده لكن موسم رسمي لاهدار كل ما له قيمه في الحياه. ونخش بقى في ايه
ذروة حياتك في رمضان. موسم جنان يعني، مولد، هيجان، أشكال وألوان، بيت بيت، حارة حارة، زنجة زنجة، ضب الخرافة شديد، سنين وسنين ترويض ومحاولات استئناس ومفيش فايدة برضه. طب هنروح فين يعني؟ حتى يا أخي تلاقي مؤسسات رسمية زي أصول الثقافة مثلا تحاول بقى تعمل لك ليالي رمضان الثقافية، قمة رمضان. هي نفسها تعمل مسابقات تحفيظ قرآن، وده له برضه بعد تاني. طيب الله، شفنا احنا دولة التلاوة و... وليلة 27 رمضان اللي هو ليلة القدر، والسهر ليلة القدر، ودعاء ليلة القدر، والحركات، رمضان يجمعنا، السحورات. حاجة صعبة فعلا يعني، ومش عارف آخرها إيه يعني. لا أنا عارف. هو أنا زي ما تقول إيه، أتوقع وأتمنى يكون توقعي خاطئ. الأخير يعني، المؤدى ده خطير جدا يعني. أظن يعني إنه الموسم اللي بيتنصب كل سنة ده هو هيبقى آخرته وحشة جدا يعني. مش عارف إمتى ممكن ننتبه وناخد بالنا إن المسألة مش مسألة يا جماعة، مش مسألة دين يعني. إحنا قدام عملية إهدار شامل كامل للحياة يعني. وإنه اللي إحنا عايشينه من التخلف والفقر ما هواش من فراغ، ده استحقاق معرفي، ده انعكاس لطريقة تفكيرنا. يعني المشكلة مش في رمضان كشهر. يعني المشكلة انك تبقى مستني شهر كامل كل سنة تعطل فيه حياتك، وتأجل شغلك، وتضغط جسمك، وتصرف اكتر من طاقتك، وتقنع نفسك ان ده استثمار للآخرة على المستوى الجماعي كبلد يعني هو على مستوى فردي انت حر بقى، بس انت ما تبقاش مصدر ده للبشرية ومبقاش عارف اصلا، ما حسش بده. انت مع نفسك، شيء انت بتعمله مع نفسك، انا مش مسؤول عنه. انما الجماعه البشريه كلها ما تبقاش كلها متاخده للسكه دي مش روحانيه، دي صفقه خسرانه. احنا كده بندفع حياتنا كلها مقابل وهم مؤجل. المجتمعات دي تتقدم لما الوقت يبقى له قيمه، واحنا كده كل سنه بنعلم نفسنا العكس بشكل مكثف. فالسؤال الحقيقي اللي لازم نساله لانفسنا يعني كمجتمع، هو احنا بنعيش رمضان ولا رمضان هو اللي بيستهلكنا يعني احنا بنستعمل لصالح الخرافه العربيه القديمه، ولا المفروض انه يبقى هذا الاحتلال يتحول لدين؟ كيف نصنع من هذا الاحتلال دين؟ يبقى حاجه كده فرديه وخاصه. مش هينفع الطريقه دي اظنها طريقه تخريبيه وبلغت مستوى من التخريب والتبجح بالتخريب. اعتقد يعني انه واضح جدا اثرها في البلاد اللي سقطت حوالينا او وقعت حوالينا في دوامة الخراب. عشان بقى تعرف ان الحكايه ديت مستمره ومن زمان قوي، اقرا معايا المقال الظريف ده. قناه وقال الراوي بيقول لك: ومن اغرب ما سجله الفرنسيون وعلى راسهم علماء الحمله والمؤرخ جومر، طبعا مقصود الحمله الفرنسيه، عن سلوك المصريين في نهار رمضان، كان حاله التحول الدرامي في الشخصيه بين الصباح والمساء، وهو ما أطلقوا عليه أحيانا نوم الأحياء، حين تعجبوا من أن شوارع القاهرة التي كانت تعج بالضجيج، شوف الكلام، والزحام في الأيام العادية تتحول في نهار رمضان إلى ما يشبه المدن المهجورة. كتب أحد الضباط: تمشي في سوق خان الخليلي وقت الظهيرة فلا تسمع إلا وقع أقدام الجنود، الحوانيت مغلقة، والباعة جالسون خلف بضائعهم في صمت مطبق، وكأن المدينة أصابتها لعنة السكون. وطبعا بالنسبة للأوروبي الذي يعتاد العمل الجد في النهار، كان مشهد التوقف الجماعي عن الحياة أمر غير مفهوم. كما تحدثوا عن ظاهرة اجتماعية طريفة أسموها حدة الطباع قبل الغروب،
حين لاحظوا أن المصريين المعروفين بليونة الجانب والمزاح يصبحون في الساعات الأخيرة قبل الأذان شديدي الاستثارة، كتب المسيو جومار أن المشاحنات في الأسواق تزداد بين البائع والمشترين على أتفه الأسباب، لكن الغريب كما ذكر أن هذه المشاحنات تنتهي فجأة بمجرد سماع صوت المدفع، حيث يتعانق المتخاصمون ويتبادلون التمر وكأن شيئا لم يكن. من أغرب المشاهد اللي سجلتها مذكراتهم هي وقوف الفقراء والعامة أمام محلات الكنفاني والحلواني في نهار رمضان. كان الناس يقفون لساعات يراقبون تصاعد الدخان ورائح السمن والسكر وهم صامتون تماما، يكتفون بالنظر إلى عملية التصنيع دون تذوق. واعتبر الفرنسيون هذا المشهد نوعا من التعذيب الذاتي الممزوج بالتلذذ الخيالي، ووصفوه بأنه قمة الانضباط الروحي الذي لا يتخيله عقل أوروبي. كما رصدت رسائل الجنود عادة غريبة، وهي خروج النساء اللاتي كن محتجبات تماما في العادة لوضع أواني كبيرة من الماء أو اللبن أو التمر أمام بيوتهن قبل الغروب. كانت هذه الأواني متاحة لأي عابر سبيل أو غريب ليفطر عليها. ده اللي اتطور بعد كده وبقى إيه زي ما أنت عارف كده، مائد الرحمن والذي منه. واندهش الفرنسيون من أن هذا البوفيه المفتوح في الحارات لم يكن بتنظيم من الدولة، بل كان قانونا اجتماعيا غير مكتوب يلتزم به أفقر الناس قبل أغناهم. وعن المسحرات دون بعضهم في رسائله تعجبهم من أن المصريين كانوا يثقون في شخص يمر في الشوارع بطبلة لإيقاظ الحي بأكمله، ويتساءلون كيف لا يغضب هؤلاء الناس من شخص يطرق الأبواب ويصرخ بأسمائهم في منتصف الليل، بل كانوا يجدون العكس، فالناس يكافئونه بالمال والطعام. مسحرات طبعا. وخرج عديد من الباحثين الفرنسيين في تقاريرهم عن حالة المصريين في شهر رمضان أن الشهر الذي يصوم فيه المسلمون ليس مجرد شهر ديني، بل هو نظام تشغيل مختلف للمجتمع المصري بأكمله، يجعل السيطرة عليهم نهارا مستحيلا بسبب خمولهم، والسيطرة عليهم ليلا صعبة بسبب تكتلهم واحتفالاتهم الصاخبة. الحياة كلها متاخدة ومن زمان يعني، والموضوع بيحصل تكامل وتراكم. الصديق الأستاذ عمرو عبد الرازق بيقول لك الناس في الشوارع بتقترب كل يوم عن اللي قبله للشمبانزي تحت الإدارة الفيلسوفية الحكيمة. ورمضان في مصر حاجة سخيفة جدا، غوغائية جدا، سفيهة لأقصى مدى، لدرجة إن واحد ما عندوش أدنى مانع يدوسك بعربيته أو بعربية علشان يلحق يحط الأكل في بقه على ترابيزة بيتهم مع بداية الأذان، مش بعده بدقيقة مثلا، لا بالظبط. الحاجة الوحيدة في مصر اللي تقريبا الناس عاوزاها مظبوطة. نقرأ برضو التدوينة دي ان الأستاذة إيمي التركي بتقول لك معقول الجهات والمحافظة اجتمعوا وتناقشوا وتكلموا ايه ممكن يعملوه لتعزيز السياحة في حدث فلكي عالمي عظيم زي تعامد الشمس في أبو سمبل، فاللي توصلوا له انهم يلغوا الاحتفال علشان شهر رمضان؟ ده ايه معناه؟ احنا كنا عرضنا في الحلقة اللي اتكلمنا فيها عن إهدار السياحة ازاي تم استغلال شهر رمضان علشان يلغوا الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل. وده تعليق الأستاذة إيمي التركي، وده يبين لك يعني تكامل الفعل الرجعي في الواقع. يعني هو طبعا تخريب السياحة عمل بيستمر طول السنة، يجي رمضان فرصة نقفل بقى محلات الخمرة، نحاصر أماكن اللهو وأماكن السياحية، الكلام ده كله يعني بدعوى الشهر رمضان. بقول لك ده بروفا، لأنه في يوم من الأيام هيجوا وقت ويمنعوا الحاجات دي كلها أصلا. يعني أنا في الطريق ما تقلقش. فهم جه بقى شهر رمضان فرصة، قال لك إيه نلغي بقى إيه التعامد على بلا نيلة، يعني ده أصنام يعني، هيبقى يعني نبقى رايحين نصوم لربنا ونحتفل بتعامد الشمس على وش صنم وفرعون.
رمسيس الثاني ده فرعون موسى وكفر كده يعني. رجعية تخريبية على كل مستوى طبعا، الفعل متكامل يعني. لما دي تكون نظرتنا احنا نفسنا كمصر، كمصريين لحضارتنا، فازاي نستغرب من اللي بيحاولوا يجردونا من هويتنا وحضارتنا وينسبوها لنفسهم، بيروجوا اننا مش اصحاب البلد الاصليين. طبعا قصدها الافروسنتريك اكيد يعني. احنا منتظرين ايه غير كده؟ طيب ما بدل ما تلغوا الاحتفال بحدث عالمي يجي ويشوفوا ويتابعوا ملايين حول العالم، تقدروا تحتفلوا بالحدث بشكل يتناسب مع اجواء رمضان زي الخيم الرمضانيه كده، بدل ما تلغوا الاحتفال تماما حقيقي لا تعليق. لا طبعا، هو انهم يحتفلوا بالشهر ويعملوا حركات واشتغالات اهم من الحاجات دي. شوف كده مثلا البص ده، طبعا دي صفحه الاهلي ايجيبت، صفحات الرياضه كلها جماهير ومعظمها اخوان على فكره، اخوان بيعملوا صفحات طبخ وصفحات موضه وصفحات رياضه ومش عارف ايه، علشان وقت ما الدنيا تزيط يشتغلوا ويقلبوا بقى، وبيشتغلوا من خلالها حتى من وقت للتاني انهم يعملوا البوستات زي ما انت شايف كده. الاهلي ايجيبت يقول لك مليون سلام متحيل للرجاله اللي سابت الماتش، صفحه رياضه وراحت وصلت العشاء والتراويح كامله. اللي هو ايه يعني؟ اللي هو ازاي يعني؟ المفروض صفحه رياضه، صفحه عامه. لا برضه كله مستشفى، بحرنا شامله، وفي بحرنا انترناشونال برضه. يجوا بقى الناس كده في، طبعا ده رصد بقى طبعا، دي وكاله الاخبار الاخوانيه، فرحانين قوي اقامه شعائر العشاء والتراويح في ميدان تايم سكوير. طبعا هم بيتقدموا للعالم بصفه ان احنا دين يعني. فالعالم لسه في كتير جدا ما ادركش انه مش دين ولا حاجه اللي قدامهم ده. الفعل ده مش فعل دين، ده فعل سياسي بس واخد الشكل الديني، والمنظر ده منظر سياسي. في الحقيقه هم بيحاولوا يبسطوا سلطان، ينشروا بول البعير في العالم كله. المساله الدينيه دي ما تبقاش كده خالص، بس هم بقى شغالين كده في كل حته. بس الخدعه ديت بدات تتكشف، واحنا من وقت للتاني بنشوف حاجات من دي يعني. بنشوف انه دول كتير بدات تاخد بالها انه نحن لسنا بصدد دين، ولكن بصدد ايديولوجي سياسي استعماري واستلابي يستهدف العالم كله، يستهدف السيطره على العالم، دومينيشن على العالم كله. شوف بقى المنظر دون على يديك فكره عن ذهنيه التسول وازاي بيحصل لها تكثيف وزياده في رمضان من خلال ما يقال له المسحرات، لكن هي بتحصل على كل مستوى. يعني تلاقي الناس في كل حته دلوقتي منتظره انها يعني وفي حاجه اسمها زكاه الفطر وبتاع، فكل واحد عاوز نصيبه، حقه المعلوم اللي عندك يعني. اسمع بقى ايه، شوف كده، دي خناقه واحده مسحراتيه هي وعيالها بتلف، طبعا لابسه نقاب، وبعدين بتروح تلف على البيوت تطلب الاجر او الصدقه. احسبها زي ما تحسبها بقى يعني، هو ده تسول في شكل عمل وعمل في شكل تسول يعني، زي ما تحب. انما بص كده، دول بيتخانقوا مع واحده علشان خاطر يظهر راحوا يطلبوا الاجره، ويظهر طلبوها بشكل يعني مش لطيف، فالست طبعا خافت منهم فحصلت الخناقه دي. انا الطلبه بتاعتي اهي، انا مش حراميه، الدنيا كلها دي المسحراتيه، ده بتقول لك انا مش حراميه وشو منفعله قوي. عارفه مين ام اسلام، اعلى من خالد الكبير. طبعا شوف بجاحه في التسول او فيما تفترض ان هو عمل يعني، والمطالبه وطبعا اللي بيصور ده صاحب البيت او اهل البيت. تمام. وهنخش بقى في خناقه، ودول ولادهم، ولاد الست اللي هي المسحراتيه دي، وخناقه كده وقلتي وما قلناش والذي منه مش مهم بقى بقيه الفيديو. لكن الفكره انه ده الفعل الرجعي في تكامله يعني. ذهنيه التسول بتشتغل برضه هنا، ذهنيه شامله الحقيقه يعني، مش بتسيب تفصيله، بالها انعكاسات على مستويات كتير. احنا كنا عرضنا المقطع ده. الاردن اليومين دول بتقول الزبون ده شهر وغرامه 15 دينار بيحاول يجيب في الحبس والغرامه لاي شخص هيفطر في نهار رمضان جهرا قدام الناس. ده الزبون ده احنا عرضناه قبل كده،
بصرف النظر يعني هو شاف الحكايه دي حصلت في الاردن او سمع بيها او حتى دي اشاعه. الذهن الراجع مخيله العربيه، مخيله بول البعير دي بتشتغل طول الوقت في انتاج الاكاذيب يعني وترويجها، او خيالاتها والهذيان بتاع هذيان بول البعير ده تلاقيه يعني امنياته بيصعدها لمستوى ان ده حاجه حصلت. وارد ان يكون ما حصلش حاجه في الاردن يعني، ما يشغلنيش. بس هو حتى ولو كان حصل، هو طبعا بيتم استغلال ادوات الحداثه في نشر الرجعيه وظواهرها. طبعا انسان الرجعيه الدينيه قاعد عطشان في كل حته، اول ما يشوف هي العمليه ايه، ان هو اصلا مستني مهيأ. فانت لما تطلع ظاهره كده زي كده في اي حته، او يحصل تطبيق للخيال الاعرابي ان والله هنعاقب او هنتعقب اللي بيفطر، يعني نعمل عمليه تطبيق لفكره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيبقى رمضان هنستغله علشان نعمل الحكايه دي، وهتبقى بروفا لما بعده. لانه ما هو اذا عرفنا نطلع حاجه زي كده هنا، ممكن نعملها في حاجه تانية. وبعدين خد بالك برضو ده كله بثمنه، يعني في فلوس بتندفع مقابل الكلام ده. مين بقى يحسب؟ مين يجي يجيب ورقه وقلم او يعمل بحث او دراسه ويقول لنا ايه الاهدارات اللي بتحصل في شهر رمضان وبقيه الاهدارات اللي بتحصل طول السنه من اجل او نتيجه الاحتلال بالخرافه العربيه القديمه؟ وانا بقول ان لو حسبنا الاهدارات ديت لازم نحط فيها الحروب اللي خضناها عبثا مع اسرائيل. الحروب ديت من 48 وما بعدها بما في ذلك 67 73، كل الحروب ديت والناس اللي ماتوا دول كلهم ما كانش في اي داعي ليه. ليه؟ لان احنا المفروض ان احنا مصر المصريه محدش دستنا على طرف. موضوعيا يعني فعليا احنا قاعدين في حدودنا، في ناس بتتخانق في الجوار ايا مكان ليه في 48 دخلنا تسلط الرجعيه الدينيه على العقل. طب ليه كملنا؟ يعني طول الوقت كان بيتعرض عليك يقول لك يلا يا عم يلا نعمل سلام. لا لا لا، احنا مصرين. والنهارده مش حصل برضو، اضطرينا في الحقيقه نوقع اتفاقيه سلام، يمكن حتى عملناها بمجهود خرافي وبعد دم يعني. بس العقل الراجع، لان هو برضو منظومه متكامله، العقل الراجع اصلا بيبقى محبط القدره على الاستفاده من تجاربه. برضو عاوزين نخوض الموضوع. انت شايف خطاب الكراهيه عالي، الناس عماله تشجع في ايران، مبسوطه قوي من ايران، والصمود بقى عارف انت خراب بيحصل، تكرار تيبيكال كوبي وبيست بس على مكبر اهو. لحركه برضو غزه، السنوار، نصر الله، الجعجعه، الصوت العالي، الرطانات، الاشتغالات والتحويرات اللي بتشتغل الانسان الرجعيات دي، كل ده برضو له ثمن، كل دي فلوس. ما انت لو انت تنجر خطاب الكراهيه ده يعني ايه؟ الانجرار لصراعات انت ما انتش قدها. طب انت ما انتش قدها فعلا يعني. حتى لو جدلا انت ليك حق وانت مالكش، احنا ليس لنا حق ان احنا نستهدف اي حد بالكراهيه ما دام ما حصلش انه داس لنا على طرف. واحنا بيننا وبين اسرائيل المفروض يعني معاهده سلام. انا عارف ان الشغل شغال عشان احباطها، والتطرف بيجيب تطرف، وتصاعد التطرف عندنا اكيد هيبقى له مردود هناك. وحصل فعلا، اليمين القومي مسك اسرائيل، واليمين الديني طبعا بيشجعه، والدنيا كلها يعني ايه ماشيه في هذا الطريق. بس انت عندك هنا في الاساس انا عارف نفسي، وانا عارف بلدي، وعارف ثقافتي، وعارف حياتنا، وعارف مجتمعنا، عارف العقل المهيمن هنا. بس anyway الموضوع ماشي في نفس الطريق. ده بكام؟ يعني هات لي فاتوره واحسب لي يا بيه، شوف كم يعني. اذا احنا لما الفقر اللي احنا عايشينه هو استحقاق معرفي لا شك يعني. ارجع بقى للحلقه بتاعت الاهدار او كيف جلبت الرجعيه الدينيه علينا التخلف والفقر، وحط بقى الحاجات مع بعضها. يعني ما هو كل بند محتاج فعلا تفصيل. اهدار السياحه ده ما هو لوحده. شوف كميه الاهدارات، الفلوس اللي راحت علينا نتيجه مثلا انه الانسان الرجعيه متبرمج انه ما يحطش او كتير من الناس تقول لك ما تحطش فلوسك في البنك اصله في ربا. وبعدين ايه، حصلت حاجه اسمها شركات توظيف الاموال فتره، وان كل شويه واحد مستريح. دي مش فلوس، دي مش اقتصاد بيحصل له عمليه استهداف. شوف احسب.
براحتك، هات ورقه وقلم وقول. فللاسف مفيش حد يعرف يقول لنا، بس احنا بنقول اهو على قد ما نقدر وقدراتنا الفرديه المحدوده، ونتمنى انه والله يعني يجي رمضان السنه الجايه ونعيش ونقول كمان. لكن لا اتوقع ان رمضان السنه الجايه الامر هيبقى اقل من دلوقتي، بالعكس يبدو لي ان الامور في تصاعد مستمر. تشنجات التسمم ب سموم الخرافه العربيه القديمه تزداد في الجسد المصري، وانتشار السرطان بيزداد شراسه. ولا يبدو لي انه يعني في المدى المنظور على الاقل يعني انه هناك او ان احنا في طريق خلاص، نحن في سكه مزيد من البعرنه، واتمنى اكون غلطان. اشوفكم بخير.